سنلعب لعبة الدجاج ونربح الكثير من المال. يا ترى بضغطة زرار واحدة ممكن تصحى تلاقي نفسك مليونير؟ طريق الدجاجة أو تشيكن رود، هل هو فعلاً أمان وضمان وطريق سريع للثروة؟ ولا فخ رقمي متصمم بالملي عشان يشفط فلوسك؟ النهاردة هنكشف الحقيقة الكاملة ورا وهم الثراء السريع بضغطة زر. كلنا بنحلم بالثراء السريع. زمان كان طموح البعض إنه ينزل يدور على آثار تحت الأرض، والنهاردة الطموح ده اتنقل وبقى جوه شاشات الموبايل، وظهر ترند جديد وفخ متطور جداً، تطبيقات بتوعدك بمكاسب خيالية في ثواني، وأشهرهم حالياً لعبة طريق الدجاجة اللي غرقت السوشيال ميديا إعلانات عشان تصطاد الشباب. قبل ما نفهم طريق الدجاجة ده شغال إزاي، لازم نرجع بالذاكرة شوية ونفتكر المنصات اللي ظهرت قبلها واستغلت طموح الشباب ونهبت فلوسهم. فاكرين 1xBet؟ فاكرين FBC و RCA؟ اللعبة في كل مرة شكلها بيتغير، الاسم بيتبدل، بس الحقيقة إن النصباية واحدة. تعالوا نشوف الفكرة الظاهرية للعبة. دجاجة بتعدي الشارع، بتنط من فوق العقبات وتوصل للبيضة الذهبية ويكسب بالدولار. لعبة ترفيهية بسيطة ومسلية، صح؟ بس عندنا قاعدة فقهية عظيمة بتقول: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وعشان كده لازم ندخل جوه كود اللعبة ده ونفهم حقيقتها المخفية. لو بصينا للعبة دي بره مصر في الأسواق العالمية، هنلاقي الإيداع الأدنى $20 والسحب الأدنى $50. لكن جوه مصر هتلاقي الفخ السهل، الإيداع الأدنى 15 جنيه بس، والسحب من 100 ل 350 جنيه. ليه الرخص ده في مصر بالذات؟ عشان يصطادوا أكبر عدد من الشباب بمبالغ تافهة في البداية، فتدخل اللعبة وتجرب من غير ما تفكر. وهنا بنبدأ مرحلة الطعم. في الخطوة الأولى اللعبة بتخليك تحقق مكاسب سريعة وبسيطة جدا في الأول. الهدف النفسي هنا هو تجر رجلك. بيلعبوا على هرمون الدوبامين في دماغك عشان تطمع وتحس إنك بقيت محترف وتقدر تسيطر، فتبدأ تراهن بمبالغ أكبر. بس اللي انت ما تعرفوش إن الخوارزميات بتشتغل ضدك. بمجرد ما السيستم يحس إنك بدأت تكسب كتير أو بدأت تراهن بمبالغ تقيلة بجد، الأوامر البرمجية جوه الكود بتتغير في ثانية. التحكم بيبقى كامل في إيد مبرمجين المنصة، وما بقاش ليه أي علاقة بمهارتك أو تركيزك. وفجأة بتوصل للنهاية المحتومة، جيم أوفر. الدجاجة وهي بتعدي الشارع في اللحظة الأخيرة بتخبطها عربية أو تتحرق وتخسر كل حاجة. حتى لو كنت جنرال في الجيمينج ومحترف ألعاب، هتخسر يعني هتخسر. والهدف الوحيد للمرحلة دي هو تصغير رصيدك وسرقة راس مالك والأرباح الوهمية اللي طمعوك بيها. خسرت كل شيء. لماذا فعلت ذلك؟ أنا غبي جداً. الخلاصة التقنية يا شباب بالأرقام: نسبة المخاطرة والخسارة الحتمية في اللعبة دي هي 99.9%، وقصادها وهم المكسب 1% بس. دي مش لعبة ترفيهية بتعتمد على المهارة، دي خدعة احتيالية بحتة متصممة برمجياً لسلب أموال اللاعبين تحت غطاء الألعاب. طيب ومن الناحية الشرعية، اللعبة دي بتعتمد بالكامل على الحظ والمصادفة والبرمجة المسبقة، ما فيهاش أي عمل أو جهد أو سعي حقيقي في الدنيا. وعشان كده الحكم القاطع لعلماء الأمة: الاشتراك ودفع الأموال في الألعاب دي والكسب منها محرم شرعاً. لعبة تشيكن رود بتندرج صراحة تحت بند المراهنات والقمار أو الميسر. والقمار هو أكل الأموال الناس بالباطل، ومتفق على حرمته بإجماع الأمة لما يسببه من خراب بيوت ودمار. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ربنا بيأمرنا بوضوح نبعد تماماً عن السكك دي عشان نفلح في حياتنا. النتيجة النهائية للقمار الرقمي ده مدمرة على 4 مستويات. 1. دمار مادي للفرد، بتخسر شقاك وفلوسك. 2. تدمير للأسرة وتفككها بسبب الديون والمشاكل. 3. بطالة وكسل عن السعي والعمل الحقيقي المفيد. 4. خسارة فادحة للدين والنفس والبركة. الدروس اللي لازم نطلع بيها من الحكاية دي: الوعي المالي،
مفيش حاجة اسمها ثراء سريع بضغطة زرار وبدون مجهود، ده دايماً فخ. الوعي التقني، الخوارزميات متصممة دايماً عشان الشركة هي اللي تكسب وتشفط فلوسك انت. تحري الحلال، الرزق الحقيقي بيجي بالسعي والاجتهاد والأخذ بالأسباب مش بالمراهنة. الخلاصة، احمي نفسك وفلوسك وما تخليش التكنولوجيا تخدعك. خليك دايماً سابق بخطوة ومدرك للأفخاخ الرقمية. ولمعرفة المزيد من أسرار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومفيدة، تابعوا صفحة نور ساينس AI. كان معاكم محمد ربيع، نتقابل دايماً على طريق الوعي والحق.